دايما بنسمع جملة الضحك بيطول العمر وبنفتكرها مجرد جملة بنواسي بيها بعض، بس الحقيقة ان جسمك وقت الضحك بيتحول لثكنة عسكرية قوية جدا ضد الامراض. تعال اقولك ايه اللي بيحصل جوه. اول ما بتضحك مخك بيفرز شلالات من الاندورفينز والدوبامين، ودي مسكنات الام طبيعية، ودي مش بس بتحسن مودك، دي بتقلل هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون التوتر، والكورتيزول ده هو العدو الاول لمناعتك. لما بيقل جسمك بيبدأ يتنفس ويركز في الدفاع عن نفسه. العلم لقى ان الضحك بيزود نشاط خلايا اسمها الناتشورال كيلر سيلز او الخلايا القاتلة الطبيعية. وظيفة الخلايا دي هي انها بتدور على الفيروسات والخلايا السرطانية وتدمرها. مش بس كده، الضحك بيزود الاجسام المضادة في اللعاب وفي المجاري الهوائية، يعني بيعمل لك درع ضد ادوار البرد والانفلونزا. تعرف ان الضحك يعتبر انترنال ورك اوت؟ الضحكة القوية بتشغل عضلات الحجاب الحاجز والبطن وحتى الاكتاف، وبتزود كمية الاكسجين اللي داخلة لدمك، وده بيحسن كفاءة القلب والرئة. الخلاصة، الضحك مش رفاهية، ده ارخص واسرع علاج لتقوية مناعتك. دور على الحاجة اللي بتضحكك واقعد مع ناس دمها خفيف، وادي لقلبك فرصة يعيش فترة اطول. وابعت الفيديو ده لاكتر صاحب بيضحكك وقول له شكرا انك بتقوي مناعتي، وما تنساش تعمل متابعة ولايك. سلام.